قدنا بيحبوا طبخاتنا بيكبروا جفاتهم. يلا ألف صحتين. معهم حق الصراحة. ألف صحتين لأنه إيه مزبوط. ألف صحتين. يسعد صباحك يا حجة. أهلا وسهلا. الله يعطيك العافية يا الله رب. يعافيك يا رب. شو عم نعمل اليوم؟ اليوم عم نعمل رز على الدجاج. رز على الدجاج. الله يجزيك الخير يا رب. نحن خي محمد بنتشكر كل واحد عم يدعمنا، رغم انه في الدعم يعني قليل، يعني قليل مثلا من المواد الاساسيه قليله هم كثير، بس عم نطلب مثلا كل يوم بيوم عم نجيب حسب يعني متبرعين يعني حسب امكانياتنا عم نجيب شوي شوي. أنا عرفت إنه امبارح واليوم ما طبختوا لأنه ما في دعم. مزبوط عم تحكي، لأنه نحن ضلينا يومين ما طبخنا لأنه ما في دعم، يعني إنه كثير الناس سألت انه طيب انتم وصلتونا لهالمرحله وقطعتوا فينا، يا عمي نحن ما قطعنا فيكم، نحن عم نشتغل قدر المستطاع، يعني بنطلب يعني اقل ما يمكن يدعمونا لنستمر، كل ما هو في دعم هو في استمرار. أكيد. نحن هو بس الشغله الوحيده انه يكون عندك استمراريه بالشغل، يعني نحن تعودنا كلياتنا عم نعمل اكل ومبسوطين وكذا. وانتم عم تحبوا يعني جماعة عم تنبسطوا عم تضيعوا وقتكم، يعني طول النهار قاعدين بهالمدرسة 100% الواحد بيزهق أكيد. مزبوط، نحن بنتعاون يعني حتى فقدنا بهاليومين لبعض، يعني صرنا نسال عن بعض، يعني رفيق مش بس هي صارت قصه مطبخ، صار اسم عم تلتقوا بالمطبخ، يعني كل واحد المدرسة فيها 3 مباني وحاسس انه كل واحد عم يعمل شيء كرمال اهله او ناسه يعني. صح. ايه صح، يعني كل واحد هيك بحسه. نحن بس هذا هو الشيء اللي بدنا نحن ندعم المواد الاساسيه، يعني كل المواد الاساسيه مهمه، يعني مثل الزيت، لما نحن اوقات كثير يمكن ما بكون في عندنا لحمه او دجاج بنطبخ طبخات بلديه، يعني بنمشي حالنا من اللي موجود وراضيين على كل شيء، الحمد لله على كل شيء. الحمد لله. وبالنسبة للبرد عم تحسوا ببرد لأنه صار الطقس عم بيبرد أكيد. يعني هلا نحن جينا لما هربنا كان صيفيه، كنا بعدها لابسين نص كمس يعني واللي لابس رقيق وخفيف. هلا لا، هلا اختلف، كنا عم نتغطى بشراشف، هلا اختلف، هلا صار بدنا أواعي شتويه، بدنا جاكيتات، بتعرف الثياب شتوي، يعني بتلاقي الاولاد اللي هلا وقت صار برد كل شيء بدنا نغطي، يعني بطل انه الحرام يكفي، يعني صار بده حرمان، يعني اقل واحد لا يدفع، يعني اقل ما يمكن يكون يعني هالشغله بعين الاعتبار، وهذه الشغله مهمه كثير. ان شاء الله يا رب الله يهدي البال، وان شاء الله ما بنشتي هون يعني. ان شاء الله يا رب ترجعوا على بيوتكم ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله.
كل طبخة كل يوم بشكل يعني لازم نجيب كل شيء يعني يدعمونا بالخضرة بكل شيء، بالزيت بالرز كل شيء يعني بالمي، اكثر شيء المي مش عم بتكون المي. انا عرفت انه هلا ما في عندكم مي بالمدرسه ابدا، مقطوعه المي. في اوقات بتيجي اوقات لا، مش موفرة حتى كمان بمدرستنا مش عم يدعموا شيء ابدا، لا راتب مدرس ولا شيء، عم يجينا شيء بصحي صالح المدرسة. بس شوي شيل الماسك لحتى يطلع صوتك. الماسك ليطلع صوتك. الله يعطيكم العافية ومأجورين على هالشي اللي انتم عم تعملوه. الله يعافيك. بصل كثير حار. يعطيك العافية محمد، وميرسي لأنك عم بتشاركنا هون وعم بتفرجي مطبخنا شو فيه. مثل ما انك شايف اليوم عم نعمل تطبيقة، مثل ما انك شايف اليوم عم نعمل تطبيقة على الدجاج. صبايا يعطيهم ألف عافية عم بقطعوا بصل وعم بدمعوا، انا شفتهم عم يشتغلوا من قلبهم عن جد. مأجورين، الله يعطيهم العافية يا رب. عن حب الإمام الحسين أكيد كلنا مأجورين هون، أكيد. كلنا حب وإيد وحدة، وشو بدنا نقول يعني الحمد لله على كل شيء والله. فرجيك إنه هون مبدئيا قطعنا البصل، أوكي، وبدنا يعني ما بعرف بدنا نطلب دعم أساسي شوي من المجموعات، من الاسوسيشنز، مصاري من الايادي البيضاء، الجمعيات المعنيين بهيدا الموضوع، اذا يحبوا يتكرموا علينا مواد اساسيه مثلا رز، عدس، زيت للطبخ. وهلا مبدئيا جايين على الشتاء، نطلب منهم حرامات، ثياب شتويه لصغار للكبار وخصوصا للنساء. وفي هون عندنا مشكل صغير كمان، انه قطعنا اليوم من المي نحن بالمطبخ، اوكي، بس المي مش موجوده اليوم، منا موجوده. بتمنى انه حدا كمان يساهم كرمال يجيب مي. اليوم الحاجة عم تسلق الدجاج كرمال التطبيقة. حاجة سكينة يعطيكي ألف عافية. حبيبتي بتزايد. يا عم نسلق الدجاج كرمال نعمل تطبيقة مع ناس. شوف شو الريحة. شامي بالريحة. ايه يعني بقلبها ريحة المطيبات. مطيبات أكيد. خاصة إنه الحجة حاطة إيديها فيهم. تسلم الله يخليك. هذا بفضل الله وفضل الكريمين على هذا المطبخ يعني. يعني مثل ما اخذ زلمه مركب على قصه انه المي هم يعني عم يلبوا في مي لانه ما فيها بير، فيها بير صغير ما بكفي لثلاث اربع مدارس، لان هذا المجمع فيه 3 مدارس. صح، 3 مباني. والمي ما بيجي ما بيكفي يعني. اذا جابوا مثلا الكميله عم تيجي ثاني يوم بتخلص. كمان نفس الشيء يعني ما في عم كثير عم ينقطع من المي، يعني شغله مهمه كمان خصوصا للمطبخ. هن عملوا لنا خزان لان المطبخ خاص بالمطبخ، لانه بيعبوه نفس الترم مع المي ضروريه ضروريه يعني. ضروريه، ما هذا مطبخ يعني ضروريه. هي مي بس لانه مات الطبخ والشغل بالمطبخ مأمن يعني. بس مية خدمه لا مية خدمه بدنا. مية شرب ايه ما شرب بس مية خدمه. بدنا مية خدمه يعني اهم شيء مية خدمه، لانه هي مية خدمه الاساسيه بالمطبخ يعني. اكيد. لننبه حاجاتنا الاساسيه، تغسيل، تنظيف، اكيد من بعد المطبخ لازم ننظف مطبخنا. في عندنا تناجر لازم نجليهم، في عندنا تنظيف خضره، تنظيف فواكه، عرفت المي اساسيه اليوم انقطعنا. اكيد. هيدا الشيء لازم يكون اهم شيء متوفر. ضربة طلع ضربة يمكن. جدار صوت. لا هلا الشرب يحكوها. ما بعرف إذا سمعتوا جدار الصوت على الكاميرا، بس طلع جدار صوت، جدارين صوت.
لا لا ما خدهاش يقعد على كله ذوق. يلا يا عناية شدي الهمة. والله أحلى عناية بالكون. والله انت احلى عالم. حبيبة قلبي، الله يعطيك العافية يا رب. الله يعافيك يا رب. والله غير شكل من الريحة. أساسا أنا زعبرت ودقت قبل شوي. صحتنا قلبك، نحن بهمنا رايك اصلا. ريحتها وطعمتها كتير طيبين. مش انت حاطة ايدك فيهم؟ خليك كلك ذوق. يا عم صح. شهر ريحة الرز اللي بتشهي. سلم على الايدين. شكرا كلك ذوق. اهلا وسهلا. هلا على حب اهل البيت وعن ارواح الشهداء. اكيد كل شيء اثبات وكل شيء بصير طيب، لانه في نكهه بتكون نكهه النفس الطيبه وعم نشتغل من قلبنا يعني. اكيد. النوايا طيبه. ان شاء الله كل ايامكم تكون طيبه ولقمه طيبه هيك بتزبط كلها على بعض. الله يبارك فيك. شكرا يا ام خضر. شكرا يا ام خضر. نحن عم نحط الدجاج بقلب الرز تا يبرك. ايه حتى اول شيء لحتى كل الناس تاكل. أكيد. بس شيء ياكل هنا وثاني شيء هيك بيبرك. ايه والحمد لله يعني كل شيء عم نلاقي فيه بقلبه بركه. الحمد لله. كتر خير الله على كل شيء، الحمد لله على كل شيء. ما بعد ما خبرات. بدنا دعم ليش اليوم رحنا لنجيب بهار. ما عم نلاقي بالهين بهار لانه كله مطلوب بالسوق. ما عم نلاقي يعني ما عم نلاقي طلبنا. تعال طلعت الصنفين. بدنا دعم اكثر من هيك حتى فينا نشتغل نعمل اكل للعالم. اكل طيب شو بدنا نعمل؟ عندنا نقص كثير بالمواد، عندنا نقص كثير بالمواد. بدنا دعم. يعني زيت ما عندنا هلا، نحن اخر شيء طبخناها. بدنا خضرة، بدنا فواكه، هاللي بيجيبوه كتر خير. كلها زيت بس نحن زيت. جاهزين للتوزيع؟ يلا بس صغيره. هلا بدنا نبلش سكب للناس ونوزع لحتى الناس تقدر تاكل. وهيدي الطنجرة الثانية كمان صارت جاهزة. جاهزة للصبر. أنا نعطي على البيوت. كله بنظافة، كله بترتيب. ما شاء الله الريحة بتشهي. ايه ريحتها بتجنن. يلا اسمه نحط لك بالذوق. وهلا بلشنا السكب للناس. بلشوا يجيبوا علبهم. نحن اوريدي جايبين لهم علب وموزعين لهم.
العلب بيغسلوها كل يوم وبيرجعوا بيجيبوها معهم تاني يوم لحتى يسكبوا فيها، لحتى ما نضطر كل يوم نشتري علب بلاستيك او كرتون. فهول التبرويرات لإلهم بياكلوا، يعني بياخدوا اكلاتهم وبياكلوا فيها، وتاني نهار بيغسلوها بيجيبوها لحتى نقدر نسكب لهم. هلا بلشت الناس يجوا لحتى ياخدوا اكلاتهم. عشان ما يخبص الرز بدنا نخليه هيك اطلب عشان شو بس املي هيدي على ما جرجر حطوا هون. لا مش هاي ايه عبي من هيك طنجر، هيك لا جوان طنجر بدي عبي انفجروا بدي عبي، بس خلي الطنجر تعبوا الثاني عبوا انفجروا اول شيء. لا هيدا عم عبي مش تمشي من الارض حبيبي. لا انت الاول تعبي فيها شوي شوي عشان تفرشوا، عشان تفرشوا. ايه هيك ايه هيك عشان تفرشوا. مش من النص، هيك طلعت من الارض فيها. لا 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 طلعش الارض، لا عشان هو بعد حرام الان خير كثير، خير كثير. في عنا تجربتين على بس روح شو ما بدك بسطتوا كلياتنا؟ بسطتوا؟ لا ما عمل قصد. بسطتوا؟ اوكي. عمر يلا يلا يلا
ما حدا عم يطلع. اوكي هنا بيروت، بدنا نجمع كلياتنا ونجمع على الاولاد كلياتنا. شباب اوكي الشارع فاضي. انت مبيني اخذ طريق مرسوم شيء مرسوم شيء شباب كيف اعدوا الاولاد. تعالوا هون الاولاد وصورنا صورتين انا والدكتوره. انا بدي انزلهم لانه نجيب لها ادويه. شو عارفين غنية حلوة؟ بدكم اياه؟